السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض خبز حلو قوي، طريقته سهله خالص ومكوناته بسيطه. خبز افغاني، اسمه خبز التميس. طعمه حلو قوي وطريقته بسيطه. شايفين عامل ازاي؟ بجد طعمه حلو قوي. انا اكلته في السعوديه كان طعمه حلو قوي، فعجبني قوي فقلت اعمله معاكم. شايفين عامل ازاي؟ يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنا نعمل الخميره. هننزل بمعلقه ونص سكر ومعلقه كبيره خميره، عليهم معلقتين ميه وادوبهم كده ميه دافيه طبعا، واقلب الخميره كويس مع السكر وبعدين اسيبها اركنها على جنب. ومعايا هنا 4 كوبايات دقيق، عليهم رشه ملح، وهنزل هنا بمعلقه لبن بودره. تمام، او معلقتين يعني اللي عندي، بس انا كان عندي معلقه بس نزلت بيها وقلبتها كده. وبعدين هنزل هنا عليهم بمعلقه زبده كبيره طريه لينه كده، وبعدين ابسها في الدقيق. تقدري تضيفي زيت مفيش مشاكل. هنبسها كده في الدقيق لحد ما تختفي خالص. وبعدين هنزل هنا بالخميرة. الخميرة خلاص هنا معايا اختمرت كويس، يبقى كده شغالة. وهنزل هنا بكوباية مية واقلب. اقلب كده كويس، وبعدين هنزل عليها بنص كوباية تاني، يعني بياخد كوباية ونص. بس هنزل واحدة واحدة كده علشان الدقيق، على حسب الدقيق بقى. يعني انت تنزلي بكوباية ونص مية، بس واحدة واحدة علشان ما الدقيق غير التاني. هبتدي اعجن كده كويس لحد ما تلم العجينة معايا، تبقى طرية معاك في الاول بعدين تلم زي كده. هنسيبها لحد ما تختمر معانا. لو في الجو ده ما اختمرتش يبقى نسخن لها الفرن 10 دقايق ونطفيه وندخلها في الفرن تختبر معانا بالمنظر ده. وبعدين قطعيها بقى على حسب الصينية، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا هعملها 3 ماشي، وعلى حسب الصينية تقدري تعملي طبعا احجام صغيرة، مش لازم الحجم الكبير اللي انا عاملاه. شايفين العجينة لينة خالص طرية. هنقطعها كده 3 زي ما انتوا شايفين، وهناخد اول صينية علشان ما ينفعش ان احنا ننقله من مكان لمكان، فعلى طول هنقطعه على الصينية ونبتدي نفرده في الصينية على طول. دهنة دهنة زيت كويسة، وبعدين ابتدي افرد على حسب الحجم اللي انت حباه. هو طبعا بيبقى رقيق مش سميك قوي. هنفرده كويس، وبعدين هدوس عليه كده بصوابعي كده يعمل الشكل ده، وبعدين بشوكة علشان ما يختمرش ويبقى معايا كده ليه قلب. لا احنا هنبقى عايزينه يكون خفيف. وبنفس الطريقة هفرد كل قطع العجين زي ما انتوا شايفين كده. هفردها كده وبعدين اعمل لها بصوابعي كده العجينة، وبعدين اخرمها بالشوكة. تمام كده. هجيب كده يا اما بصفار بيضة او لبن او معلقة زبدة، هاخد كده بايدي او بالفرشة. تمام، وبعدين ادهن كده بايدي كده على العيش من فوق، وبعدين ادي رشة حبة البركة. التاني برضو نفس الطريقة، والتالت هنا بقى دهنته بزبدة بس هعمله بقى بسكر. تمام، هضيف له كده معلقتين كبار سكر. لو انت حابه تزوديه بيبقى سكر زياده يبقى 3 معالق، بس بصراحه كان تحفه. لحد ما يدخل معانا الفرن على درجه حراره عاليه، مش هياخد معاكي وقت. ولو ما اخدش معاكي لون من فوق هتديله لون بالشوايه. شايفين بقى عامل ازاي؟ بجد تحفه. طعمه حلو قوي. شايفين اللقمه عامله ازاي؟ الخبز ده بقى في رمضان على السحور بقى يبقى خطير. ودلوقتي بقى في الفطار تحفه، الولاد يفطروا بيه او ياخدوه معاهم المدرسه. خطير بقى بالجبنه، حلو قوي. انا نفس اللي اكلته بصراحه في السعوديه كان طعمه خطير، قلت اعمله لكم بقى. شايفين بقى عامل ازاي؟ شايفين بقى من تحت التسويه عامله ازاي؟ ده بقى بالسكر طعمه خطير. كمان لو حابه تزودي سكر، انا ضفت هنا معلقتين، لا زودي 3 كان هيبقى احسن كمان واحسن. شايفين عامل ازاي؟ شويه بيبقى طبعا علشان مش سميك فبيبقى شويه مقرمش كده من فوق، بس طبعا لما بيقعد بيطرى معاكي. تحفة، طعمه تحفة اللي بسكر. والتاني ده الحادق حلو قوي بقى مع الفول مع الجبنة، خطير. الخبز طعمه حلو قوي وطريقته سهلة، يلا جربوا.